السلام عليكم. في هذا الفيديو نقدم لكم مجموعة من أجمل وأحدث أسماء البنات التي تبدأ بحروف الألف، الراء، الميم، مع شرح معانيها وأصولها لتجدوا الاسم المثالي لطفلتكم الجديدة. فلنبدأ على بركة الله. أسماء بنات جديدة بحرف الألف. آلما، اسم من أصل لاتيني يعني الروح الطيبة أو الفتاة الودودة، وهو من الأسماء القصيرة سهلة النطق والمحبوبة عالميا. أريان، اسم عربي جميل معناه المرتفعات أو الأماكن العالية، ويعبر عن الرقي والسمو. آية، اسم عربي أصيل يعني المعجزة أو العلامة البارزة، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم ما يمنح قدسية خاصة. ألين، اسم أجنبي يعني الجميلة أو المشرقة، وهو اسم عصري يليق بالفتيات الهادئات. أسيل، من الأسماء العربية الرقيقة التي تعني الناعمة أو الملساء، ويقال خذ أسيل أي ناعم الملمس. أروى، اسم عربي أصيل يعني أنثى الوعل أو الجمال المائي، وهو رمز للأنوثة والجمال. أسماء بنات جديدة بحرف الراء. ريتاج، اسم عربي يعني الباب العظيم أو مدخل الكعبة، وهو اسم مميز يحمل طابعا دينيا مقدسا. روان، اسم فارسي الأصل يعني الفتاة الهادئة أو النهر الجاري، وهو من الأسماء المنتشرة لجماله وبساطته. رنين، اسم عربي يعني اللحن الجميل أو النغمة العذبة، ويعبر عن الرقة والأنوثة. ريما، اسم عربي قديم يعني أنثى الغزال الأبيض، وهو رمز للنقاء والرقة. رهف، اسم رقيق يعني اللطافة والرقة في التعامل، وهو من أكثر الأسماء تداولا في السنوات الأخيرة. نقدم لكم الآن أسماء بنات جديدة بحرف الميم. ماريا، اسم لاتيني يعني النقية أو البيضاء، وهو من الأسماء التي استخدمت في العديد من الثقافات. ملك، اسم عربي مأخوذ من الملائكة، ويعبر عن الطهارة والنقاء. مليكة، اسم عربي جميل يعني الملكة الصغيرة، ويدل على القوة والأنوثة في آن واحد. ميرا، اسم أجنبي الأصل يستخدم بكثرة في العالم العربي، ويعني الجميلة أو الرائعة. ميلا، اسم روسي الأصل يعني المحبوبة أو الكريمة، وهو من الأسماء الأكثر رواجا في السنوات الأخيرة. منى، اسم عربي أصيل يعني الأمنيات أو الأمل، وهو اسم بسيط وجميل ذو دلالة روحية إيجابية. ففي هذا المقال يحتوي على أسماء بنات مسلمة راقية جميلة ومن القرآن. سأترك لكم رابط هذا المقال في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أو في أول تعليق، وذلك لاكتشاف أسماء أخرى لبنات بحروف مختلفة، مثل أسماء بنات بحرف السين، وكذا أسماء بنات بحرف التاء، وأسماء بنات بحروف متعددة، أسماء حديثة وجميلة تناسب مولودتكم الجديدة. كي لا أطيل عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.